حسبي الله ونعم الوكيل. صبحنا كنعيشوا الحوادث ديال الافلام والقصص ديال القتل اللي كتسرد جميعها في قنوات اليوتيوب كيطبقوها. واش القتل ولا حاجه طبيعيه عندنا في المغرب؟ هي اللي عنده شي حسيفه مع شي حد يمكن يقتلوه ويجيب شهاده طبيه انه مريض نفسي، صافي ياخد تخفيف. ولا هي يتسالو شي فلوس مثلا كثيره او يختلس من الابناق، فلوس الناس، يحكموا عليه بسبعة او 8 سنوات ويخرج يتبرع بهم هو وولادو، خاصة إلا كانوا الفلوس أكثر من 300 مليون وحتى أكثر من 100 مليون. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. حادثة اليوم هي جريمة شنعاء تعرض لها محمد، الشاب السوسي الثلاثيني اللي من أكادير. هذا الشاب كيشتغل في التجارة الإلكترونية، مقاول ناجح متفوق، كيكسب أموال كثيرة. المهم السيد خدام على راسو، متزوج، عنده بنيته عندها 7 شهور، عايش بخير، كيتعامل مع الكل، زعما ظريف مسالم. المهم بغى هاد الشاب يمشي غدا ان شاء الله الثلاث لقطر رفقة الأصدقاء ديالو باش يشجع المنتخب الوطني، وخاصو فلوس نيت، بحكم باللي عرفنا بأن الليلة الوحدة في قطر في دوك الخيام كتسوى 46 ألف ريال مع الفطور فقط، أما الباقي فهو مسؤول على راسو. المهم رسل واحد الشريك تاعو، ولد برلماني يعني عنده نفوذ في البلاد، عيطلو باش يعطيه شي بركة من دوك الفلوس اللي كيتسالو واللي كتبلغ 370 مليون ديال السنتيم. مسكين نهار الحد هو والاصدقاء ديالو شرا شي حوايج خاصينو، تونيات، درابو ديال المغرب، يعني كل حاجه كتعلق بالكره والمنتخب. نهار الاثنين عيط له ولد البرلماني، قالوا انا كنتسناك لتحت، يعني تحت الدار، باش يمشيو باش يعطيه رزقه. خرج لابس مسكين غير قندوره وصنداله، وخلى الاصدقاء ديالو في الدار يساينوه بحكم ما غاديش يتعطل. مرته ما كايناش، سافرت للصويره مع بنتها، لانه مثلا بما انه غادي يمشي للقطار خلاها في دارهم حتى يرجع. انزل عند السيد ولد البرلماني، مشاو ملي تعطل عيطوا ليه الاصدقاء ديالو مع 12، قال لهم انا مع السيد، غير نكمل معاه الهضره ونجي نفطر معاكم. ملي عيطت ليه مرته حتى هي نفس جاوبها بنفس الكلام، اوديوات عندهم مسجله في الشاط. زوج ديال النهار عيطوا ليه ما بقاش جاوبهم، والتليفون طفى بمره. المهم حاروا الاصدقاء ديالو في الامر ديالهم، عيطوا لدارهم والزوجه ديالو بلي محمد راه ما بقاش كيجاوبهم. تفاجئوا حيت امبوسيبل باش يطفي التليفون، وحيت هو الخدمه ديالو وبيه كيتعامل مع الناس. عيطوا السيد اللي كان معاه، قال لهم ديتو لتامعين، بغى يشري ارض يبني عليها فيلا. سوء نفات هاد الشيء، يعني هاد القضيه ديال الفيلا راها ما كايناش اصلا وما مذكوراش عنده وسط العائله ديالو. قالوا لي بلي راه محمد مشى عندك باش يجيب الفلوس اللي كيتسالك. قال لهم انا ما كيتسالني حتى شي حاجه، انا اللي كنسالو الفلوس، ماشي هو اللي كيسالني. كثروا عليه تساؤلات وتعيير ديال العائله والاصدقاء ديالو كيسولوا على محمد. قال لهم ما عرفتوش غديروا، سيروا سولوا عليا امتى دخلت الخدمه، راه الكاميرات غيبينوا كلشي. مسكن عائلته لعنهم الله بهم ديك الليله. من بعد دارت واحد الاخبار بلي لقاو جثه محروقه كياكلوا فيها الكلاب بالحي المحمدي، منطقه نائيه بعيده بزاف على المجال الحضاري، غاش الجبال والكدا. بعد تسرب ديك الاخبار ديال ديك الجثه اللي لقاو محروقه، خرجوا عائلته، يعني خرج الاخ ديالو المرض ديالو المنابر الاعلاميه، بغاو يعرفوا فين هو محمد، وكيطالبوا بتحليل جيني ديال ديك الجثه باش يعرفوا واش هو، ولا ما كانش هو خاصهم يعرفوا ولدهم فين مشى. الصدمه الكبيره والصدمه الكبيره اللي المهم كما قلت، الصدمة الكبيرة اللي ما كانش على البال ولا على الخاطر هي انهم ملي داروا التحليل ديال الجيني طلع بالله هذيك الجثة اللي كانوا تياكلوا فيها مثلا الكلاب واللي محروقة الله يستر، طلع هو الوليد محمد اللي عنده 30 سنة، الله يرحمه. مات مسكين مقتول ومحروق، والكلاب كتنهش في الباقي اللي باقي من الجثة. قامت الفرقة الوطنية باحتجاز الصديق ديالو لولد البرلماني على ذمة التحقيق، حيث هو آخر واحد شاف محمد. مهم قصة أنور العثماني وتهامي البناني وأمين شاريز وغيرهم، وزيد عليهم محمد ولد أكادير، زعما حتى هاد الأخير غيلف تحقيق الغموض، والملف تاعو غيتخبى في أدراج المحكمة.
زعما حيت القاتل ولد البرلماني، ولنفرض ما كانش هو، خاص تحقيق مع الأصدقاء ديالو، حيت حتى هما عارفين كلشي عليه. والله هادشي كيألم، والله ياخد الحق في اللي كان حيلة وسباب. الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة، والله يصبر والديه عليه. لله ما أعطى ولله ما أخذ. والسلام عليكم ورحمة الله.